إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل قد بين لنا الطريق إلى الجنان، ورسم لنا ما هو العمل الذي نعمله لكي نصل إلى رضوانه جل وعلا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلاً ظليلاً. ويقول الله عز وجل أيضاً في كتابه الكريم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً. ويقول الله عز وجل أيضاً في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وغير ذلك من الآيات في كتاب الله تبين أن الجنة تنال بالأعمال الصالحة، أن الجنة تنال بالإيمان بالله وبالأعمال الصالحة. فلذلك عباد الله، إذا أردنا أن نكون من أهل الجنان فعلينا أن نسارع وأن نسابق وأن نمتثل أمر الله عز وجل بقوله: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآيات. إذا أردنا أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلنؤمن بالله ولنعمل الأعمال الصالحة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذا أردنا الجنان، إذا أردنا أن يكون منزلنا بجانب الرب سبحانه وتعالى، إذا أردنا أن يكون منزلنا بجانب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نكون ممن يرضى الله عز وجل عنهم، فلنؤمن بالله ولنعمل الأعمال الصالحة. وهنا عباد الله نذكر ما يكون به العمل صالحا. عباد الله، إن الأعمال لا تكون صالحة إلا بشرطين اثنين، لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين اثنين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام وفي هذه الخطبة عباد الله نتكلم على الإخلاص لله عز وجل. عباد الله، إن الإخلاص في الأعمال أمر مهم. إن الإخلاص في الأعمال أمر مهم، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. وأيضا الإخلاص عباد الله ليس بالأمر الهين والسهل، بل يجب وينبغي أن يجاهد العبد نفسه على أن يخلص لله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، أخلصه لله عز وجل. نعم عباد الله، فقد أمرنا بالإخلاص. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله عز وجل آمرا نبيه، وهو أمر للأمة جمعا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن أمرنا عباد الله بأن نخلص لله عز وجل في جميع أعمالنا، فلا يقبل العمل إذا كان فيه شرك ولم يكن خالصا لله عز وجل. إذا كان العمل لغير الله فهذا العمل فيه شرك، سواء عمل لأجل مدح الناس أو لأجل حطام من حطام هذه الدنيا، رفعة أو مال أو منصب أو جاه أو غير ذلك عباد الله، أو غير ذلك من مقاصد هذه الحياة الدنيا، فإن هذا العمل
يكون شركا، يكون صاحبه قد أشرك بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تركته وشركه. يقول الله عز وجل في هؤلاء الذين عملوا أعمالا كثيرة ويأتون يوم القيامة بأعمال كثيرة من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وغير ذلك، لكنهم أشركوا فيها مع الله غيره، لكنهم لم يخلصوا لله عز وجل، فتصير هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لا يكون العمل خالصا، لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. والإخلاص قد أمرنا الله عز وجل به في كتابه كما تقدم معنا. والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، كما كان يقول بعض العلماء: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص لله عز وجل. على الإخلاص لله عز وجل. هذا لأنهم عرفوا أن النفس أمارة بالسوء. هذا لأنهم عرفوا أن الشيطان يحول بين العبد وبين عمله الصالح، فلا يريده أن يعمل عملا صالحا. أول شيء الشيطان يصرفك عن الطاعة، فإن لم يستطع أن يصرفك عن الطاعة وعملت الطاعة فإنه يسعى جاهدا لأن تكون هذه الطاعة باطلة ومردودة، وذلك بأن لا تكون خالصة لله عز وجل، بأن لا تكون خالصة لله عز وجل. فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم عرفوا قدر ذلك، وأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة، وإذا كانت صائبة، أي فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. علموا ذلك يقينا فخافوا ألا تقبل منهم أعمالهم، خافوا ألا تقبل منهم أعمالهم. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين كان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال صيام، صدقة، حج، جهاد، صلاة، قيام، ذكر لله، قراءة للقرآن، ومع ذلك يخافون ألا تقبل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يشربون الخمر؟ أهم الذين يزنون؟
قال لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون ألا تقبل أعمالهم، ويخافون ألا تقبل أعمالهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عباد الله، فالإخلاص عزيز، ولذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من السلف والتابعين على أن يجاهدوا أنفسهم على الإخلاص لله عز وجل، على الإخلاص لله عز وجل، لأنهم أيقنوا أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. علموا ذلك عباد الله، وخافوا مما ينافي الإخلاص، لأن منافاة الإخلاص عباد الله أي العمل رياء وسمعة مبطل لذلك العمل. بل عباد الله، من أعظم ما يخوف العبد المؤمن، من أعظم ما يخاف منه العبد المؤمن، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أي ثلاثة أصناف. من هذه الأصناف؟ ومن هؤلاء يا رسول الله؟ هل هم الذين يشركون يعبدون الأوثان؟ هل هم الذين يقتلون النفس التي حرم الله بغير حق؟ هل هم تاركوا الصلاة؟ هل هم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة: مجاهد، وقارئ للقرآن، ومنفق. مجاهد وقارئ للقرآن ومنفق. أما القارئ للقرآن فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه. يقول الله عز وجل له: ألم أنعم عليك بحفظ القرآن؟ ألم أنعم عليك بأن تتعلم العلم؟ فيقول: بلى والله، نعم يا الله، أنعمت علي بهذا. فيقول الله عز وجل: فماذا عملت بتلك النعمة؟ فيقول: يا الله، قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم وعلمته فيك. انظروا، يعلم أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان لله. فيك قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم وعلمت فيك، أي لأجلك. فماذا يقول الله عز وجل؟ كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، أمام الأشهاد. في هذه الحياة الدنيا عباد الله، في هذه الحياة الدنيا نفسنا الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم يسعيان لأن نتعلم العلم لأجل أن نكون أمام الناس فيشار إلينا بالبنان. هذا فقط عباد الله حظ من حظوظ الدنيا. نريد الرفعة، نريد المكانة، نريد المال، نريد المنصب، نريد الجاه. كل ذلك سينتهي بالموت، ويكون الخزي والعار في ذلك اليوم.
في ذلك اليوم يتعلم العلم لأجل أن يقال فلان وفلان فيشار إليه بالبنان، فيكون الجزاء من جنس عملك. أراد الرفعة فوضع في يوم القيامة، يقول الله عز وجل له أمام الأولين والآخرين كذبت، وتقول الملائكة له أيضا كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، ويؤتى بالرجل المجاهد فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه. ألم أعطك القوة؟ ألم أعطك الشجاعة؟ فيعرف النعم، فيقول الله عز وجل له ماذا عملت فيها؟ فيقول يا الله قاتلت فيك. انظروا عباد الله، يعلم العبد أنه لا ينجو في يوم القيامة ولا ينفع العمل إلا إذا كان خالصا، فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، إنما قاتلت ليقال جواد، إنما قاتلت ليقال جريء، ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، ويؤتى بذلك المنفق، فيقول الله فيعرفه الله عز وجل نعمه. ألم أعطك المال؟ ألم أوسع عليك في الرزق؟ فيقول نعم يا الله. فيقول الله عز وجل له فماذا عملت تجاه هذه النعم؟ فيقول يا الله ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه، ما تركت بابا من أبواب الخير، فقراء مساكين يتامى أرامل، بناء مساجد، فتح مشاريع خيرية، حفر آبار وغير ذلك من وغير ذلك من أبواب الخير. ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه لأجلك يا الله. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، إنما أنفقت ليقال كريم، ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. هذه أعمال عظيمة عباد الله، ومع ذلك أصحابها أول من تسعر بهم النار قبل عبدة الأوثان. دل ذلك عباد الله على خطير الرياء، دل ذلك عباد الله على خطير السمعة، دل ذلك عباد الله على خطر الرياء والسمعة، وأن العبد ينبغي له أن يجاهد، ويجب عليه أن يجاهد نفسه في أن لا يعمل العمل إلا لله عز وجل، إلا لله عز وجل. وينبغي ويجب علينا عباد الله أن نبتعد عن أسباب الرياء والسمعة، عن أسباب الرياء والسمعة. نعم عباد الله، إذا علمنا أن هذا لربما يكون سببا لأن نرائي في العمل، أو أن نسمع في ذلك العمل بأن يقال فلان ما شاء الله فعل كذا، فلان أنفق كذا، فلان تصدق بكذا، فلان وفلان وفلان. إذا كان هناك سبب فاقطع ذلك السبب. ومن تلك الأسباب عباد الله التي ابتلي بها أكثر المسلمين في هذا الزمان وفي هذا العصر عباد الله، من أعظم الأسباب التي تجعل العبد
يعمل رياء وسمعة، وقد لا يريد الرياء والسمعة، لكن هذا سبب لأن ترائي، لكن هذا سبب لأن يخدش في إخلاصك. نعم عباد الله، هذه وسائل التواصل والتصوير عباد الله الذي افتتن به كثير أو أكثر المسلمين، ما أن يعمل عملا إلا ويصور ويثبت ذلك العمل. لماذا تصور عبد الله؟ لماذا تصور عبد الله؟ إذا عملت ذلك العمل لوجه الله فلماذا تصور؟ إذن تصويرك لأجل أن يقال فلان فعل كذا، فلان عمل كذا. نعم عباد الله، وما أكثر كما لا يخفى على الجميع ما أكثر ما يفعل غدا عند أداء العمرة أو الحج، يذهب إلى بلاد الحرمين وينفق أموالا طائلة لأجل أن يؤدي فريضة الحج أو يؤدي فريضة العمرة، أو أنه يتنفل بالعمرة، لأن العمرة واجبة في العمر مرة كما أن الحج واجب في العمر مرة. يذهب إلى هناك وما أن يخطو خطوة واحدة فقط إلا ويصور. ماذا يصور؟ هل يصور بنيانا؟ هل يصور بيت الله الحرام؟ هذا لا بأس أن يصور الكعبة، لا يصور الناس لأنه لا يجوز. نعم عباد الله، التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، ولم يجزه أحد من العلماء، إنما أجاز بعض العلماء تصوير الفيديو للمصلحة كمصلحة الدعوة وغير ذلك. أما أن تصور وأنت تطوف، أما أن تصور وأنت تمشي، فهذا لا يجوز، لم يجزه أحد من العلماء. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، لعن من الله، طرد من رحمة الله. عباد الله، أين نذهب بهذه الأحاديث التي فيها بيان أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب؟ أين سنذهب بها عندما سنقف أمام الله عز وجل ويسألنا عن أعمالنا؟ ماذا سنجيب وبماذا سنقول؟ يا الله أنا أريد فقط أن أحتفظ بهذه، يا الله أنا فقط العالم الفلاني قال أن التصوير جائز. يقول: هل قال أن التصوير العادي جائز؟ تصور أي شيء جائز بدون مصلحة؟ لا، قيد العلماء تصوير الفيديو للمصلحة فقط. إذن لماذا تصور؟ لماذا تصور؟ تريد أن تطرد من رحمة الله؟ صور. تريد أن تطرد من رحمة الله؟ صور. تريد أن يقال لك يوم القيامة: احيوا ما بعثتم، يكلف أن يحيوا ما بعثوا أي ما صوروا. تريد أن يقال لك يوم القيامة: اعقد بين شعيرتين الحبة يا عباد الله تكلف أن في يوم القيامة أن تعقد بينهما، ولا يمكن، لكن للعذاب لك. إذن لماذا تصور عبد الله؟ ونرجع إلى موضوعنا. يذهب لأداء العمرة فيصور نفسه وهو أمام الكعبة، أمام بيت الله. لماذا تصور؟ لأجل أن يقال فلان ذهب للعمرة. إذن خدشت الإخلاص، إذن أنت ذهبت وصورت نفسك لأجل أن يقال فلان فعل هذا الفعل. إذن العمل لم يكن خالص لله عز وجل. والله عز وجل كما تقدم معنا في الحديث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا
أشرك فيه معي غيري. أشرك، قد يقول أنا ذهبت لله أؤدي العمرة لله، لكن لماذا تصور؟ لأجل أن يراك الناس. إذن أشركت مع الله غيرك، فعملك مردود. كم تخسر من الأموال، ثم بعد ذلك تبطل هذه الأعمال. إذن عباد الله، فليتأمل العبد منا وليتفكر أولا معصية لله عز وجل، وثانيا أنت ذهبت للطاعة وعصيت الله أولا، ثانيا أن هذا من الرياء، وكذلك التصوير في باب الإنفاق. عباد الله، البعض لا يريد أن ينفق إلا ويصور له. لماذا عبد الله تريد أن يصور لك؟ لأجل أن تتثبت أن هذا وصل. صور هذا الشيء فقط، لا تصور الناس معه. صور هذا الشيء يصور لك ويثبت لك أنه وصل إلى أهله ومستحقيه فقط. تريد أن تتثبت، لكن أنه يصور من أنفق عليهم فيجعل يصورون ولربما ينشرون. هذا من الرياء، هذا مبطل للأعمال. أول من تسعر بهم النار 3. إذن فلنتق الله عز وجل ولنخلص في جميع أعمالنا، ولنجتهد في إصلاح نياتنا، ولنبتعد عن الأسباب التي تخدش في النيات والتي تسبب لنا الرياء والسمعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.